السلام عليكم، أنا سارة أحمد ودي نكهة عربية. البسكوت من الحاجات اللي بتعمل بهجة في البيت سواء للي بيعملها أو للي بياكلها. فيلا بينا نبدأ. بسم الله. كل اللي هحتاجه 1 بيض في درجة حرارة الغرفة، 1 زبدة في درجة حرارة الغرفة، 1 سكر بودرة، 3 كوبايات دقيق عليهم رشة ملح وفانيليا. هخلط زي ما انتوا شايفين الزبدة مع السكر لحد ما القوام يبقى كريمي، وبعدين انزل بالبيضة والفانيليا. لما بنزل بالدقيق مش محتاجة ان انا اعجن كتير، انا بس عايزة اتأكد ان الدقيق اختلط كويس مع الخليط اللي موجود عندي، فما تعجنوش كتير في البسكوت. بعد كده العجينة بتاعتي انا قطعتها لقطع وهشيلها في التلاجة، اخد كل قطعة اشتغل فيها واحدة واحدة. جهزت الصينية بورق الزبدة عشان تبقى كل حاجة جاهزة عندي، وبدأت بقى اجهز شكل دول شوية فستق كسرتهم، وكان عندي الوان طعام. طبعا زي ما بقولكوا دايما الوان الطعام لازم اشتري ماركة انا واثقة فيها، ما اشتريش علب كده مجهولة المصدر، او ما انا مش عارفة هي جاية منين. وقلبتهم مع بعض وعملتها رول، وهحطها في الفريزر حوالي 10 دقايق ربع ساعة عشان تبقى متماسكة. الشكل التاني قطعت قطع من التمر والزبيب وقلبتهم مع بعض، وبنشكلهم كأنه زي كحك العيد كده. هطلع بقى الرول بتاعي، المفروض تسيبوه، انا استعجلت عليه، سيبوه يجمد اكتر بحيث ان انتوا تقطعوه ما يكونش طري. المهم انا شكلته في الاخر شكل الاسطوانات اللي انا عايزاها، وبقى جاهز عندي بالشكل ده. برضو في جزء من العجين لونته باللون الاحمر وسبته في الفريزر شويه. اما باجي افرد عجينه الكوكيز بفردها ما بين كيسين بلاستيك. عارفين دي المسطره اللي بتبقى موجوده في الفايل، بشدها عشان بس ابقى متاكده ان سمك الكوكيز واحد، ما يبقاش حته عاليه وحته واطيه. قطعت بقى بالحاجات دي، وممكن تقطعوا انتوا بالكوبايات. وكان عندي القطاعات دي ممكن تعملوها بشوكه او اي حاجه تعمل شكل، وبنزلها في الدقيق واعمل الاشكال دي. باقي الكاكاو كاكاو خام طبعا تديني الكوكيز اللي بالكاكاو. بدأت اعمل القلوب دي وافرغها حسب القطعات اللي انتوا الشكل ده بصراحة هو جه في دماغي، هو انا سميته رجل البطة بصراحة، يعني هو شكله رجل البطة. وشوية سبرينكلز على جزء من الكوكيز السادة، وحبيت اعمل شكل الدوناتس. ممكن تعملوها بكوباية كبيرة وكوباية صغيرة. بقيت اللي بسبرينكلز قطعت قلوب صغيرة وحطيتها في زي ما انتوا شايفين في الفراغات بتاع القلوب الكبيرة. القطعات دي بقى عايزة اكلمكم عليها. القطعات دي معمولة من خامات اصلها الخشب، فبتكون امنة جدا لو الاطفال هتستخدمها. كمان عجبني فيها التفاصيل دقيقة جدا. هسيب لكم لينك ارت او الستور اللي انا جبتها منهم. اجمل حاجة فيهم ان هم ممكن يصمموا ليكوا اي ديزاين او اي شكل انتوا عايزينه. يعني مثلا ممكن يعملوا لكم حاجات لرمضان، لو في فرح مثلا وانتوا عايزين تعملوا شكل معين، عايزين تعملوا باسماء اطفال معينة، فيقدروا يصمموا لكم اي حاجة انتوا عايزينها. تعملوا العجينة رقيقة وتخلوها تنشف في الفريزر عشان تخرج بسهولة. هنبدأ بقى نعمل الاشكال دي واللي انا بحبها جدا. هسيبكم تشوفوا او تركزوا احنا بنعملها مع بعض ازاي، وقد ايه هي سهلة ومش محتاجة قطاعة ولا اي حاجة. في الشكل ده انا بحاول كل الصوابع، عملت 12 صباع، 6 بني و6 ابيض، احاول كلهم يكونوا قد بعض. وزي ما انتوا شايفين بعملهم 4 طوابق، الاتنين اللي بره بيكونوا نفس اللون واللي في النص مختلف عشان نعمل شكل الشطرنج. بعد كده بنشيلهم في الفريزر ربع ساعة تلت ساعة بحيث انها تكون ماسكة، يعني تكون جامدة. هتشوفوني وانا بقطعها دلوقتي ازاي هي بقت جامدة، عشان ما نغلطش الغلطة بتاع الرول اللي هو بالفستق وتكون طرية. فهتدينا الشكل ده بيبقى تحفة جدا، والموضوع كله سهل وبيعجب الولاد، وشكله شيك بصراحة في التقديم.
هنا بدأت ألعب بصراحة. دي القطاعة اللي هي بتاع البيض المسلوق لو تعرفوها، يعني هاتوا أي حاجة تعمل الشكل ده. أنا عايزة أعمل شكل ظهر السلحفة، ممكن نعملها بالسكينة. برضو دي كانت حلوة جدا وظريفة ومش محتاجة أي حاجة، يعني سهلة جدا في التشكيل. طبعا الفرن أنا مظبطاه على درجة حرارة 180. الكوكيز ما بتاخدش وقت كتير في الفرن، يعني هتاخد من 12 ل 15 دقيقة. والمفروض انها تخرج شكلها ابيض كده، وبدأت تلون بسيط من تحت بالشكل ده. هي كده 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 بقت جاهزة عندي. بسيبها بقى تبرد تماما، مش بحركها من على الصينية، وبعدين ابدأ ان انا احركها. البسكوتات اللي احنا كنا عاملينها بالتمر رشيت عليها سكر بودرة. في شوية بقى افكار بسيطة ممكن ان احنا نقدم بيها البسكوت كهدايا، نهادي بيه اصحابنا، نهادي بيه قرايبنا، او حتى لو احنا بنعمل اكل وبنبيعه، بتبقى افكار بسيطة. العلبة دي كانت موجودة عندي، اكيد كلنا عندنا علب بتبقى مجهولة المصدر، مش فاكرين هي بتاعت ايه اصلا. ودي قوالب ميني كب كيك، وبدأت اغلفها بالشكل ده. فكرة بسيطة جدا، لكن بصراحة ادتني نتيجة انا حباها وظريفة خالص. طبعت ورق مكتوب عليه اللوجو بتاع نكهة عربية، ومكتوب عليه كهزار يعني ما تنسوش تتابعونا على فيسبوك وانستجرام والبلوج والويب سايت، كأنها دعاية. الفكرة التانية، دول 2 كب كيك بمقاسين مختلفين. على فكرة ان انتوا تعملوا براندنج للمنتجات بتاعتكم، وازاي تسوقوا لها، وازاي تعملوا ستيكر زي دي. دينا اختي كنا عملنا فيديو مع بعض قبل كده على القناة في عيد الاضحى، شارحة بالتفصيل فيديوهات كتير ازاي اعمل براندنج للمنتج بتاعي. هسيب لكم لينك القناة بتاعتها في صندوق الوصف. بجد هتستفيدوا في الموضوع ده. انا شخصيا اما باجي اعمل حاجة بسمع الفيديوهات بتاعتها. هنا لو انا عايزة اغلف كل واحدة بوحدتها، هسيبكم ان انتوا تستمتعوا بباقي الحلقة. اشوفكم على خير الحلقة الجاية ان شاء الله.